وبركاته. ازيكم يا اخواتي الكرام، عاملين ايه؟ كل عام وانتم طيبين. الله يجعلها سنة سعيدة يا رب جدا عليكم. 2024 ان شاء الله نستقبل 25 ان شاء الله بالحب والسعادة والاحترام. كل عام وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم يا جماعة الخير على تحديث رهيب جدا وتحديث جميل جدا هينفعنا كلنا في كل شيء، وهنجرب ان شاء الله معانا تجربة كده، وبإذن الله هيبقى تحديث رهيب جدا 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 بالنسبة ليكم. شركة الذكاء الاصطناعي وصل على الواتساب ووصل على الماسنجر من شركة ميتا. فندخل مع بعض كده على الواتساب، هنلاقي العلامة الجديدة اللي موجودة قدامنا هي على الشمال، ندوس عليها. عاوزين نجرب أي تجربة كأي مثال لأي حاجة. هنجرب كده تجربة جميلة كده مع بعض. هنقول له مثلا ايه، كمثال يعني. انا بجاوب معاكم خطوة بخطوة في البداية، اهو متابعة اهو. هقول له مثلا صمم لي شخص يلعب كرة السلة مثلا. نشوف هيعمل ايه. او بيصمم معايا اهو. فعلا عمل لي شخص اهو فعلا بيلعب كرة السلة. وشيء رهيب جدا من الذكاء الاصطناعي وصل للدرجة اللي احنا وصلنا لها دي. كمثال لأي ربة منزل، لأي إنسان برضه عاوز يتعلم أي لغة. آه، آه، نقول له ايه مثلا؟ نقول له هل مثلا بإمكانك، هل بإم هل يمكنك هل يمكنك تعليمي اللغة الإنجليزية مثلا؟ شوف هيقول لي ايه. نعم، يمكنك مساعدتك لتعليم اللغة الإنجليزية، ونقدم لك دروس وتمرينات في مجالات كمثل المفردات والقراءة والكتب والاستماع والتحدث. طيب، هل ترغب في التركيز في مجال معين؟ نقول له عاوز بقى حضرتكم تجربوا وتقولي لي في التعليقات انتوا جربتوا ايه ونفع ايه او ما نفعش ايه. بس انا بقول لكم التحديث تحديث رهيب هنستفاد منه كلنا في كل حاجة. ونفس الوقت حصل على الماسنجر، هنبقى مع بعض اهو برضه، وهطلع معاكم. هقول لكم برضه على فكرة برضه جت في دماغي دلوقتي حالا. بالنسبة فين هو؟ اللهم اهو وصل اهو. آه، اهو برضه من شركة ميتا. اكتب لي سكريبت، موضوع مثلا فيديو على اليوتيوب. سكريبت لعمل اكلات مثلا شعبية اهي. نجاوب كده. اعتذر انني
لا أستطيع كتابة النص الطويل، ولكن يمكنك مساعدتك في كتابة الأطباق الشعبية والمكونة. على سبيل المثال يمكنك المساعدة في كتابة الوصف للطبق المعين. يعني عاوز أحدد له مثلا طبق المعين، نقول له مثلا كمثال المكرونة بالبشاميل مثلا. نشوف هو يقول لنا ايه. قال لك المقادير كلها بالكامل اهو. وصفة المكرونة البشاميل الكلاسيكية مكونة من 500 جرام من المكرونة، واتنين معلقة واتنين كوب بشاميل، وجبنة موتزاريلا مبشورة. فحاجة والله العظيم تلاتة يا جماعة الخير، حاجة رهيبة جدا جدا جدا. ومجالها يبقى ظريف جدا، نقدر نفكر بيه في أفكار. اللي عنده قناة على اليوتيوب أو مش عنده قناة، صدقوني لو ما استفادش بالتحديث ده، هو شيء رهيب جدا. موضوع من الذكاء الاصطناعي. بس برضه يا جماعة الخير، انا برضه مصمم ومستقر ان دايما احب الانسان اللي بيتعب في شيء دايما بيلاقيه. بما معنى الانسان اللي بيتعب على حاجة دايما ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها له. ان انا ممكن مش عارف اكتب سكريبت لاي فيديو عندي بالنسبه لمجالنا على اليوتيوب، فبنقدر اللي احنا مثلا يساعدنا الذكاء الاصطناعي ونطلع احنا نقدمه، او نطلع نتكلم عليه بصوتنا، او نطلع نعمل اللي احنا عاوزينه. لان والله والله لما الانسان بيتعب في شيء فعلا بيحس اما بيلاقي المقابل منه، بيحس براحة نفسية لنفسه. وتحياتي ليكم اخواتي الكرام، ما تحرمش منكم دايما، وما تحرمش من لايكاتكم. وما تحرمش من حبايبي يا رب دايما اللي دايما بيسألوا عليا، جزاهم الله كل خير. الله يجعله يا رب في ميزان حسناتهم. ما تحرمش منهم دايما دايما دايما. و... وتحياتي لشركة ميتا بالتحديث الرهيب، التحديث الجميل جدا اللي عملته على الواتساب وعلى الماسنجر. تحياتي لكم اخواتي الكرام. ما تنسونيش يا جماعة الخير في لايكم الحلو وتعليقكم الجميل. ويا جماعة الخير، انا جميع منصات التواصل الاجتماعي بتاعتي موجودة في كل فيديو بأرقام تليفوناتي بكل حاجة. اللي يحتاج من اخوه احمد حافظ اي مساعدة، احمد حافظ ما بيقولش الانسان لا، وما بستناش مقابل من اي حد. انا مستني منكم الدعاء لا اكثر ولا اقل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي اخواتي الكرام، ما تحرمش منكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.